مشاهدينا الكرام، بخلاف بقية الأطفال في العالم، لا يجد أطفال اليمن القدر الكافي من التشجيع والاكتشاف وتنمية القدرات، إلا أنهم استطاعوا أن يظهروا مواهبهم وينافسوا بكل جدارة. اليوم نخصص هذا اللقاء لمتابعة مشوار النجومية للموهبة آمنة السامعي، نجمة مسابقة صوتك كنز الذي بث على قناة طيور الجنة. أهلا وسهلا فيك يا آمنة. خلينا بس نشوف التقرير وبعدين نرجع نتناقش أنا وأنتي كيف كان مشوارك. مشاهدينا الكرام، ونعود إلى آمنة. آمنة، لو تكلمينا بس شوية، يعني كيف كانت بداية اكتشاف الموهبة ومتى اكتشفوا موهبتك؟ كل هذا بفضل الله، الحمد ومن لله. ثم عائلتي اللي شجعتني، وكمان شاركت في المدرسة بمسابقات، هم كمان شجعوني على هذا كيف كانت مشاركتك في بيروت في المسابقة؟ حلوة. تعرفت على أصدقاء واستفدت الكثير عن الألحان وعن نعم. حلو. طيب، الجديد اللي بتسويه الآن، ما الجديد اللي معاكي بعد المسابقة وبعد الفوز اللي حققتي السنة الأولى؟ في الآن أوبريت جديد، مم. بس يعني مفاجأة، إن شاء الله تشوفوك. خليها مفاجأة كان. طيب، النقد ماذا يمثل لك النقد؟ يعني لو ما حد بينصحك ولا يوجه لك ويقول لك انت سويتي كذا، يعني انت تفرح لما حد يكلمك هكذا ولا انت بتنزعجي؟ أقبل النقد لأنه لا يضرني ولا ينفعني، والشخص الناجح الناس ينقدوه. نعم. طيب، هذه الموهبة اللي بتتمتعي فيها بالغناء، وبعدين يعني بعد هذا السؤال حتسمعينا يعني أغنية ولا نشيد من اختيارك، كيف بتوفري في الوقت بين الموهبة وبين الدراسة؟ ما بتنشغليش يعني عن المذاكرة؟ لا، المدرسة يعني أشكرهم أنهم هم اللي يرتبوا لي إذا كان في اختبار أجله، ولا دروس إذا نعم. ما حفظتها يعيدوا لي. نعم. جميل. يعني بتقسمي وقتك بين انك تتدربي وبين انك أكيد، تدرسي. لأن الدراسة شيء مهم. صحيح. ممتاز. طب سمعينا حاجة اختاريها لنا وسمعينا صوتك. سمعكم أنشودة، يعني هي جديدة ما حد سمعها، يعني مش كثير اللي سمعوها. هي عن الأمل. تفضل. للرا 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 للرا. بالأمل دنيانا غير، فيها فرحة وفيها خير، نقدر نخليها جنة لو تفعلنا كثير. يلا إصرار وعمل، كل لحظة وكل يوم دربنا صبر وكفاح، عيننا صوب النجوم. عليك ما شاء الله. طيب آمنة، لما انت بتخرجي في الشارع وبتعرفوا عليك الأولاد بيجوا لعندك يكلموك أو بيفرحوا فيك في الشارع لما بتلقيهم، ولما تخرجي ولا تروحي مثلا حديقة، انت بتفرحي ولا بتنزعجي ولا كيف بيكون وضعك مع الشهرة؟ لا، أكيد بفرح وتعرف على وجوه جديدة، تعرف على الأطفال. طبعا هذه المقابلة كانت من طلب من أصدقائك في بيروت، ديما بشار وأصدقائك الآخرين، بتحييهم من خلال البرنامج وإيش بتحب تقولي لهم؟ الله أوجه لهم كل الحب والتقدير، أشكرهم على هذا الطلب، وأنا مشتاقة لهم كثير، وأتمنى أني أشوفهم مرة ثانية. نعم. طيب أنت كم كانت الفترة التي جلستيها في بيروت؟ هي كانت 4 أسابيع. كنا نروح يعني يوم شهر. الثلاث. أيوة شهر. بس مش أنا نجلس هناك، كنا نروح يوم الثلاث نرجع يوم الجمعة. ليش ما جلستوش يعني الشهر كامل؟ عشان نروح يعني أجهز أشياء كذا. كنت ترجعي للمدرسة كمان؟ أيوة عشان طيب كمان المدرسة. أصدقائك من هذيك الفترة لليوم أنت بتتواصلي معاهم، بتتكلمي معاهم أنت؟ أيوة بتواصل معهم، مع أمينة جوري. وجه كمان لهم التحية، وجه التحية لكل أطفال الأردن، كل أطفال الوطن العربي. طب كم كانت مراحل المسابقة؟ 4 مراحل. 4. كم أنت عندك متذكرة الأغاني ولا الأناشيد اللي شاركتي فيها في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ إيه، في الأولى أبو قلب طيب، الثانية على عيني،
والثالثة أعطي مالك، وآخر مرة هو اليمن. طيب في أول مرة يعني في أول مرحلة للمسابقة هذه كيف كان شعورك؟ وهل اختلف يعني الشعور من مرحلة لمرحلة ولا كنت يعني قصدي حسيتي مثلا بخوف برهبة؟ أكيد أول مرة واحد مش متعود كنت أخاف أتوتر. ومن مرحلة لمرحلة كنت تحس يعني إنك بتوثقي في نفسك أكثر ولا كان نفس الشعور في الأربع مراحل؟ لا كنت أوثق بنفسي أكثر. طيب ذحين سمعين حاجة ثانية. بسمعكم أنشودة عن المعلم. تفضل. يا من على النهج القويم تمضي على الفكر السليم وتشيد المجد العظيم عهدا وصدقا والتزام. تيرا لا لا تيرا لا لا تيرا لا لا تيرا لا لا لا. قد كنت لي نعم الصديق نبراس دربي والطريق واليوم يا أغلى رفيق قد لاح لي يزكى مرام. ما شاء الله عليك يا آمنة. طيب أنت لما رجعتي للمدرسة بعد المسابقة كيف كان وضعك في المدرسة؟ يعني مدرسينك زملائك في المدرسة كيف كان التعامل معك؟ كلهم بعد ما فرحوا ظهرتي في التلفزيون وعلى الفضائيات. كلهم فرحوا لي، أشكرهم كمان شجعوني وقالوا لا تخافي إن شاء الله تفوزين احنا نصوت لك. جميل. طيب أنت في حاجة يعني مثلا بتحبيها في الأغاني أو الأناشيد؟ يعني أي نوع من الأناشيد بتفضلي؟ أكيد أحب كل الأناشيد خاصة التراث الحضرمي والأناشيد عن فلسطين وعن غزة. نعم. أنت لما بتكوني في البيت أو مع أقرانك من الأسرة نفسهم، يعني بنت عمك بنت خالك أصحابك، كيف بتسمعيهم بتعطيهم نصائح، بتكلميهم عن المسابقة وسفريتك كيف كانت وكم عدد الأصحاب اللي جلستي معاهم؟ أيوة أكلمهم عن ديما عن أمينة كيف هم حبوبين كانوا، أكلمهم عن كل شيء كان يحصل هناك. طب أنت بتفكري مرة ثانية ترجعي تسافري للخارج وتجلسي هناك وتشاركي في مسابقات أكثر؟ أم إنك بتفضلي إنك تبقي في اليمن وتمشي في مشوارك؟ لا عادي يعني إذا كان في طلب عادي بلبي. طيب أنت كمتسابقة وأنت طفلة يمنية كنتي جالسة هنا في اليمن واكتشفتي صوتك وبعدين رحتي وشاركتي في الخارج في هذه المسابقة اللي كان صوتك كان، كيف تحسي الوضع هنا في اليمن وفي الخارج؟ يعني في فرق ولا نفس الشيء؟ أكيد في فرق لأن هنا ايش الفرق اللي بتحسيه؟ هناك يعني التشجيع زايد أكثر من اليمن ويعني أغلب الناس هناك يشجعوا المواهب وينموها، لكن في اليمن شفت فرق يعني كبير. نعم. بين اليمن والخارج. طيب شوفي الآن في مسابقة نفس اللي شاركتي فيها وبيشارك فيها شهاب الشهراني، طيب أنت كيف بتتابعي المسابقة وكيف بتحسي وتتذكري نفس الشعور اللي شعرتيه في المسابقة الأولى؟ شهاب صوته جميل وكمان يعني من أنشد الأناشيد كان صعبة لكن ما شاء الله عليه أداهن بشكل صحيح. أتمنى له كل التوفيق وإحنا نصوت له إن شاء الله يكون هو الكنز هذه المرة بإذن الله. أنت بتتوقعي إنه يفوز ولا لا؟ أكيد كلنا بنصوت له إن شاء الله. صوتي له؟ أكيد. طيب أنت لو يجي لك طلب تشتغلي في واحدة من القنوات اللي قنوات الأطفال أكيد بشارك. تشاركي فيها وتروحي تشتغلي فيها يعني؟ أيه. جميل. طيب آخر حاجة سمعينا يعني أغنية ولا أنشودة تختاريها؟ بسمعكم عن القات. تفضلي. ارحل عنا يا قات يا قاتل أحلامي لعش بلا آلام، ارحل عن أيامي لعش بلا آلام، ارحل عن أيامي. دعني أبدأ دنياي دع أمي تراني واترك غيمي وهواي وجد
وجداول بستاني، دعني أبدأ دنياي، دع أمي تراني، واترك غيمي وهواي، وجداول بستاني، وجداول بستاني. جميل ورائع، ما شاء الله عليك يا آمنة، صوتك مميز ورائع وأغانيك جدا هادفة. أتمنى لك النجاح والتوفيق والازدهار في مشوارك إن شاء الله، وتواصلي وتنجحي بإذن إن شاء الله الله. تعالى. أشتي أوجه كلمة تفضلي. لأصحاب رؤوس المال في اليمن، نعم. إنه أتمنى منهم إنهم يفتحوا قناة لليمنيين، تكون هذه القناة لتنمية وصقل المواهب، لأنه في اليمن في مواهب كثير، يعني حتى غير الإنشاد، تكون هذه القناة لكل الأطفال يعني الموهوبين. متخصصة للأطفال إيه. تحتضنهم مم. بدل ما يصيروا للخارج ويكون يجي اكتشافهم من إيه. الدول الخارجية بإذن الله تعالى يا آمنة. الله. وإن شاء الله أنت كمان تواصلي مشوارك وتمشي فيه، ويفوز زميلك شهاب الشهراني إن شاء الله. ويكون الكنز لهذا العام. شكرا لك يا آمنة السامعي نجمة مسابقة صوتك كنز، أهلا وسهلا فيك في هذه الفقرة. مشاهدينا الكرام، فقرتنا لا زالت مستمرة، ابقوا معنا.